ومن هنا نبدا حلقه ونقول موضوع السجاير واصل الحكايه. وبدايه الحلقه كده هقول لكم ما بقاش في حاجه اسمها سجاير شعبيه خلاص. بيشرب كليوباترا النهارده باشا بيجيب العلبه ب 60 جنيه بعد ما كان بيجيبها ب 23 جنيه. بقى زيه اللي بيشرب مارلبورو بالظبط. الحكايه بدات معانا من اول خبر ان السجاير الكليوباترا ما بقتش موجوده. قال لك ده المصنع اتباع، مصنع كليوباترا اتباع يا جماعه، والسجاير ما بقتش موجوده واختفت من الاسواق. بقى بدات الاكشاف تخفي السجاير، وابتدت هنا بقى رحله اختفاء كليوباترا. راحت كليوباترا دخلت المخازن بتوع مافيا تجاره الازمات. كليوباترا دخلت مخازن مافيا دي وهي ب 23 جنيه. بعد كده بقى رجعت لنا وهي الملكه كليوباترا، جايه لنا بقى وهي لابسه جرافطه كده وشيك، وجايه لنا بسعر 60 جنيه. السجاير الكليوباترا اللي هي اصلا سيجاره الشعب، السيجاره الشعبيه بتاعت طائفه المعمار والناس اللي على الله حكايتهم والناس اللي قبضهم ضعيف وسيجاره المعاشات وكل الكلام بقى بتاع الناس اللي مش قادره وبتعفر دخان وبتطلع خانتها في شويه دخان. بعد كده بقى نخش على طول على تاني سيجاره انتشارا في الاسواق المصريه، اللي هي سيجاره الطبقه المتوسطه اللي ام، ولا الاغنياء ولا الفقراء. سيجاره ام بقى يا جماعه طبعا اختفت وراحت تلعب في نفس الدوري مافيا تجاره الازمات، تخش مخازنهم، واختفت وهي ب 40 جنيه علشان ترجع لنا بسعرها 60 و65 و70. ايه اللي انا بقوله ده؟ اللي انا بقوله ده كلام بجد. كده ونبص في فتره في 15/7 بالظبط ابتدت سيجاره ام العلبه تزيد 5 جنيه كل يوم، والموضوع ما كانش سهل. نطلع كده ونشوف تقرير بالشارع انا عملته واتكلمنا مع واحد محترم. يلا بينا. يلا 15/7 قابلنا الراجل الطيب ده. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. حبيبي جايب علبه السجاير اللي نزل ابو كام؟ ب 60 جنيه النهارده. 60 جنيه؟ ب 60 جنيه. طب وامبارح؟ ب 55 جنيه. بجد والله؟ والله ب 55، واول امبارح ب 50 جنيه. يعني كل يوم يا جماعه علبه السجاير دي بتغلى 5 جنيه. 5 جنيه. طبعا ده ما ينفعش، احنا عايزين بقى نشوف حمايه المستهلك لما نشوف مين السبب في الكلام ده، عشان الكلام ده مش هينفع. واختفت سيجاره الطبقه المتوسطه ورجعت لنا طبعا ب 65 و60، فدي طبعا اسعار، و70 دي بتاعت خلاص طبعا العاليه. كده طبعا بقى البشوات، سيجاره الميريك والمارلبورو الاحمر والمارلبورو الابيض. الفئه دي بقى قامت اختفاء يا جماعه. اختفت وهي بكام؟ الميريك كانت ب 60 اختفت ورجعت لنا دلوقتي من 75 تتباع ب 75 جنيه. والمارلبورو اختفت 55 رجعت لنا برده بتتباع 65 جنيه وبتخش في 70 الاحمر و75 الاحمر وحاجات كده على حسب ذمه التاجر اللي قصادك، او على حسب سعر بتاع الاكشاك اللي انت بتجيب منه. الكلام اللي انا بقوله ده بقى كلام صعب جدا. هطلع واوريكم لستة اسعار بتاريخ امبارح. تلاقي سعر عروسه السجاير والعروسه من 10 علب، يعني اقسم السعر ده على 10 علب. هتلاقي بقى موضوع صعب جدا. ده بتاريخ يا جماعه امبارح 8/8. انا جايب الاسعار دي من تجار اكشاك، تمام؟ ده سعر الجمله، واخدين بالكم؟ الليسته بتاعت الاسعار اللي عند التاجر بتاع الكشك اللي هيوريها لك طبعا اول ما تخش عليه ويقول لك العلبه امبارح ب 75 جنيه، او علبه المارلبورو الاحمر ب 75 وب 80، ومش عاجبك سيبها. بص يا باشا احنا جايبينها كده ودي القايمه ومرازقها لك القايمه اللي انت هتشوفها دي. فالموضوع كبير يا معلم. انا ليه مصمم ومسميها مافيا تجاره الازمات؟ ليه مسميهم كده؟ وليه مصر ان هم بيخشوا مخازن؟ ليه؟ الفتره اللي فاتت دي وانت بتشتري السجاير تفتح العلبه تطلع السيجاره. هقول لك حاجه مهمه جدا. انت لو ركزت كده وبصيت على السيجاره نفسها، على البياض بتاع السيجاره ده، هتلاحظ ان في بعض العلب في هنا كده نقط صفرا. النقط الصفرا دي يا معلم معناها تخزين، معناه ان العلب دي قديمه من قبل اصلا الازمه اللي انت فيها، يعني من قبل الازمه اللي انت فيها، وفي مخازن بيتحط فيها سجاير بكميات علشان لما تغلى. ودلوقتي مع الازمه الجديده يقوموا عاملين ايه بقى المعلمين؟ مطلعين العلب القديمه اللي هم اصلا مخزنينها من قبل الازمه، في الازمه اللي قبليها، هي دي تجارتهم على فكره. يقوموا مطلعين بقى البضاعه القديمه المخزنه ومخزنين حاجه فريش جديده عشان الازمه الجايه. واصبر بس شويه كده، لو الموضوع ده ما خلص والله انا مش مستبعد ان احنا ننزل نجيب علبه سجاير ب 100 جنيه. طيب ايه اسوأ حاجه برضو حصلت من الموضوع ده؟ بديل الكليوباترا بقى، والناس اللي دخلها بسيط والدنيا معاها بايظه فعايزين يجيبوا سجاير، فمش عارفين يجيبوا سجاير بالاسعار اللي موجوده في السوق دي، فابداوا بقى ايه؟ يتجهوا للسجاير التعبانه. الغريب ان السجاير المستورده دي ابتدى سعرها يطلع بطريقه غريبه جدا. ابتدى علبه السجاير من 20 و15 و17، لان طبعا السجاير دي كانت تعبانه، يعني مش اي حد بيجيبها، الناس بتخاف على صحتها. وطبعا ده بوظ صدر ناس كتير جدا الفتره اللي فاتت دي، ودي مشكله قويه جدا وهنقابل منها كتير جدا الفتره الجايه. ابتدت بقى السجاير دي تغلى هي كمان، ابتدت اسعارها هوريها لكم برده في القايمه وتشوفوها دلوقتي معايا. انا طولت الحلقه دي عليكم بس غصب عني، كان لازم اوضح كل حاجه واجيب اصل الموضوع والحكايه في كام دقيقه. حل يا اسلام، والله انا اول واحد بقول لكم اهو، احنا لازم نتجمع كده ونحاول نبطل السجاير، نبطلها على قد ما نقدر. اللي بيجيب علبه ما يجيبش علبه. عايز تشرب سيجاره تطلع على الكشك وتجيب سيجاره واحده فرد، هيتنسب عليك، هيتنسب عليك، بس هاتها فرد وخلاص.
لحد ما نبدا نخف الدنيا ونبطلها. طبعا انا مش مبسوط ان انا طالع اعمل حلقه عن السجاير، بس انا طالع اعمل حلقه عن الاستغلال والتجاره وتجاره الازمات ومافيا قرض الازمات. اتقوا الله فينا يا جماعه، ما تصعبوش الموضوع علينا اكتر ما هو صعب، نزق الدنيا مع بعضينا عشان نعدي الفتره اللي احنا فيها. تابعوني بقى رجاله كده ومتابعه، وشرفتوني، واهلا بيكم في صوت الشارع.